كل مرة معلق أو حتى طفل يقعد قدام الميكروفون بيبقى المرجع بتاعه هو محمد لطيف، شيخ المعلقين لسه عايش بره. في كل ماتش بيكون فيه معلق بيحكي الحكاية، بس عمرك سألت نفسك مين اللي علم المعلقين دول إنهم يحكوا؟ ومين أول واحد خلى التعليق جزء من متعة الكورة؟ إحنا كلنا حافظين جملة الكورة جوان، بس تخيل لو قلت لك إن الجملة دي هي أصغر إنجاز في حياة صاحب، لأن اللي قالها ما كانش مجرد معلق، كان لاعب في الزمالك ب3 قروش، وشارك مع منتخب مصر في أول كأس عالم ومن أوائل المحترفين المصريين، وصنع مدرسة كاملة في التعليق الرياضي، مدرسة غيرت شكل الميكروفون في مصر وفي الوطن العربي كله، وده غير مشواره في التحكيم وفي التمثيل. ازاي محمد لطيف قدر يسبق عصره في كل محطة في حياته، وليه لحد النهارده بيتلقب بشيخ المعلقين؟ سنة 1909 وتحديدا يوم 23 أكتوبر اتولد طفل في قرية الزيتون في محافظة بني سويف اسمه محمد لطيف. يمكن معاصرته للثورة وهو طفل عنده 10 سنين خلته يكون سبب في إحداث ثورة ونقلة كبيرة في الكورة في الوطن العربي. لطيف عاش في حي القلعة في القاهرة، وبدأ مشواره مع الكورة من مدرسة الخديوية. حبه للكورة خلاه ينطلق بسرعة وكان سابق جيله بسبب موهبته. شارك مع الفريق الأول بسرعة وكانت أول مباراة ليه مع المدرسة الخديوية قدام المدرسة السعيدية. المباراة دي بالتحديد لطيف تألق فيها علشان بعدها بسنة يبدأ مشواره مع نادي الزمالك. اختاروا حسين حجازي رئيس نادي المختلط وقتها. لطيف لعب مع الفريق مقابل 3 قروش بس، ودول كمان كانوا تكاليف الخطابين، واحد لاتحاد الكوره وواحد لنادي المختلط. وزي ما قلنا لطيف كان من نوعيه اللعيبه اللي موهبتها كانت بتتكلم عنها قبل اي حاجه، فما احتاجش وقت كتير علشان يثبت نفسه. في اول ديربي ليه قدام الاهلي قدر يسجل هدف المباراه الوحيد، وكتب بدايه حكايه كبيره مع الكوره المصريه. الهدف ده كان بوابه انضمامه لمنتخب مصر، ومن هنا بدات رحلته مع منتخب الفراعنه، ودي الرحله اللي وصلته للمشاركه مع منتخب مصر في كاس العالم في ايطاليا سنه 34، وخلت اسمه واحد من العلامات المهمه في تاريخ الكره المصريه. ورغم ان حسين حجازي كان مثله الاعلى في تجربه الاحتراف في انجلترا، الا ان كتير بيعتبروا محمد لطيف هو اول محترف مصري حقيقي. والسبب ان لطيف ما كانش مجرد لاعب خد تجربه بره، لكنه ساب بصمه واضحه وفتح الطريق قدام اجيال كتير بعد، علشان يفضل اسمه مرتبط ببدايه عصر الاحتراف المصري. رحلة لطيف للاحتراف بدأت بمساعدة سامسون، وده مراقب التربية البدنية في وزارة المعارف وقتها، وهو اللي اختاره للبعثة المسافرة لإنجلترا بعد ما شافه أفضل رياضي للسنة دي. وهناك بدأ أول فصل في حكايته مع نادي رينجرز. ورغم إن محمد لطيف تألق مع رينجرز، إلا إن كان تركيزه ما كانش اللعب بس، كان دايما بيراقب كل التفاصيل وبيحاول يتعلم من التجربة بكل جوانبها. وخلال ال3 سنين اللي قضاهم مع النادي كون صداقة قوية مع الصحفي الإنجليزي ريكس، وده كان بيشتغل في جريدة سانداي إكسبريس، وكانت بداية معرفة جديدة فتحت له باب مهم جدا. كابتن لطيف استغل اصابته في احد المباريات مع نادي رينجرز واللي حضروا 24 كفيف، وقعد جنب الصحفي ريكس اللي كان بيعلق على المباراه وبيوصفها للمكفوفين. واللحظه دي كانت بدايه محمد لطيف مع التعليق. وسنة 37 رجع لطيف للقاهرة ولعب مع الزمالك 8 سنين. وسنة 45 أعلن محمد لطيف اعتزاله علشان يبدأ فصل جديد في حياته. وبعد ما اعتزل جرب لطيف مجال التحكيم، لكن ما حسش إن ده مكانه، فقرر يرجع للحاجة اللي اتعلمها واستفاد منها في فترة احترافه، فاتجه للتلفزيون. وهناك ما كانش مجرد معلق أو مذيع، لكنه عمل نقلة كبيرة في نقل مباريات كرة القدم، وده مش بس في مصر، في الوطن العربي كله. رحلته مع التعليق بدأت سنة 48، ومن وقتها بقى واحد من الرواد اللي أسسوا مدرسة كاملة وفتح الباب لأجيال كتير من المعلقين العرب اللي مشيوا على نفس الطريق. المعلق بلال علام بيحكي في لقاء تلفزيوني: اللي مشغلنا الشغلانه دي لحد دلوقتي في مصر وفي الوطن العربي هو الكابتن محمد لطيف، بالمدرسه اللي عملها وبخفه دم وتلقائيه. بلال علام بيحكي عن التعليق الشهير لمحمد لطيف بتاع الكوره جوان، وقال ان بقى يتم استخدامها بكل اللكنات واللغات في كل الدول العربيه. الكلام ده بيبين قد ايه تاثير محمد لطيف على التعليق في الوطن العربي، علشان كده جه لقب شيخ المعلقين. ولانه شيخ المعلقين كان ليه تعليقات محدش من جمهور الكوره يقدر ينساها. مين ينسى مثلا، وزي ما احنا عارفين ان الكوره جوان، الجون بيجي في ثانيه، الجيات اكتر من رايحات، والجو النهارده جو كوره، وجات في الالمونيوم، والحكم ده صفارته محترم، ولو بصيت يمينك هتلاقي جمهور الزمالك بالاعلام البيضاء، وعلى شمالك جمهور الاهلي باعلامه الحمراء. من التعليقات اللطيفه الكابتن لطيف في ماتش مصر والجزائر: يا عبطه عايزين يبوظوا الماتش، وده لانه كان بيعلق من ارض الملعب فبيدي للعيبه التعليمات. وزي ما قلنا كابتن لطيف كان دايما سابق في كل حاجه، كان هو اول معلق مثلا يشارك في الافلام، وساب بصمه كبيره في عالم السينما بمشاركته في الافلام، زي مثلا فيلم غريب في بيتي بطوله نور الشريف وسعاد حسني، وفيلم في الصيف لازم نحب بطوله سمير غانم وصلاح ذو الفقار. كابتن لطيف شارك في افلام تانية كتير زي فيلم حديث المدينه، وفيلم الكذاب وصاحبه، وفيلم الشياطين والكوره، وكان ليه بصمه في الدراما بمشاركته في مسلسل بطل الدوري، وده كان بطولة سمير غانم وشيرين.
لكن بصمة محمد لطيف ما وقفتش عند التعليق بس ولا حتى عند السينما، ساهم في تطوير الكرة المصرية بأكتر من شكل، وكان من مؤسسي معهد التربية الرياضية واشتغل فيه محاضر، وشارك في تخريج أول دفعة سنة 40. ورغم إن فترته كحكم ما طولتش إلا إنه حصل خلالها على الشارة الدولية، وبعدها قاد منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية سنة 57، واشتغل في نادي الزمالك مدير كرة وسكرتير عام، وكمان مسك منصب عضو مجلس إدارة ووكيل الاتحاد المصري لكرة القدم. محمد لطيف ما كانش بيدور على منصب، كان بيدور على اي مكان يقدر يخدم منه الكوره. وفي 17 مارس سنه 90 رحل محمد لطيف، لكن الحقيقه اللي رحل هو الانسان، اما صوته ففضل حاضر. كل مره معلق او حتى طفل يقعد قدام الميكروفون بيبقى المرجع بتاعه هو محمد لطيف. شيخ المعلقين لسه عايش باثر. يمكن ناس كتير تعرفه بجمله الكوره جوان، لكن حكايته اكبر كتير من مجرد جمله. حكايته كانت حكايه لاعب عرف ينجح في الملعب، ومعلق غير شكل التعليق، واداري خدم الكوره، ومعلم ساهم في صناعه أجيال. في ناس بتلعب كورة وفي ناس بتغير شكل الكورة.